لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. زمان كان عندنا حاجة اسمها رهن، يعني الواحد بيبقى مزنوق في فلوس فبيطلب من زوجته مثلا خاتم، حلق، اسورة، يروح يرهنها عند السايغ عشان يفك زنقته، وتبقى الصيغة ديت مرهونة عند السايغ وموجودة عنده لحد ما يسدد الفلوس دي. وطبعا بقى بالسعر المتفق عليه بينه وبين السايغ. كان ممكن يزود الفلوس شوية، يعني زي برضو ايه، فيها حتة كده شوية من الربا يعني. دلوقتي بقى فيه، بعد ما تطورنا، مبقاش في حاجة اسمها رهن دهب خالص، بس في تطبيق اسمه سندك. سندك هيسندك، دهبك سندك، دهبك هو اللي هيسندك. اجمل حاجة في التطبيق ان انت نفس قطعة الأسورة، نفس الخاتم، نفس الدبلة، نفس كل حاجة بتوديها أو بتدخلها على التطبيق. بتصور الفاتورة بتاعتها على التطبيق، وبعد كده تقول أنا عايز سيولة مثلا مبلغ كذا رهن أرهن بيه الخاتم ده أو الأسورة دي أو الحاجة دي. بعد ما يقيموا الحاجة دي بيبعتك على فرع من فروع المتعاقدة مع سندك، بتقيم فيها الحاجة هناك وبتتوزن وبتكشف عليها. بعد كده يحدد لك التكلفة النهائية او المبلغ النهائي اللي ممكن يرهن لك بيه القطعة اللي انت عايز تعملها. وطبعا بيبقى فيه مصاريف إدارية، نسميها مصاريف إدارية، هما بيسموها كده يعني، أو نسميها فايدة، أو نسميها مكسب. وتحدد انت الوقت اللي انت مناسب بالنسبة لك انك تسدد فيه الفلوس، سواء على دفعة واحدة أو على دفعتين أو على أكتر. وبعد كده ترجع فلوس، تاخد نفس قطعة الدهب بالظبط، هي محفوظة، لحد اشتراها ولا حد باعها، موجودة عند السايغ اللي انت اديتها عنده. طبعا الضمان بقى ايه؟ الضمان ده تكتشفه انت بنفسك لما تروح عند السايغ وترهن حتة الدهب، وتاخد ورقة رهنية ان انت راهن عنده الدهب دوت مقابل مبلغ كذا. يعني يبقى فيه زي تعاقد او عقد او كده، او ورقة بيكتب فيها ان انت دفعت كذا او سبت كذا وخدت كذا، والمتبقي عليك كذا وتدفعه في ظرف كذا. ده كل الحاجات. هنا في اقساط، ممكن قسط اول، قسط تاني، قسط تالت عايز تدفعها. وده بقى بيخليك يعني ايه، توفر ان انت عايز كارد بضمان، مش عارف وديعة، انا ما عنديش وديعة اساسا، عايز مبلغ احل بيه ازمتي. فالتطبيق بيسهل عليك الموضوع ده، ومراتك مش هتزعل منك لان انت هتجيب لها هو نفس الدهب تاني من غير ما ينقص منه اي حاجة. تطبيق لسه جديد، لو اي حد استخدمه او عنده معلومة جديدة ايجابية او سلبية عن التطبيق اكتبها لنا في الكومنتات عشان الكل يستفيد. شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واستنوني في تطبيق جديد عشان اقولك الجديد المفيد في عالم التطبيقات. اشوفكم على خير، سلام.